في حاجات بنعدي عليها كأنها عادية، بس بتكون مدخل لسر كبير، وأحيانا السر بيكون مستخبي في أبسط حاجة، زي مفتاح قديم. المفتاح اللي هز حياة آدم وفتح باب لحكاية ما كانتش متوقعة ولا حتى في الخيال. في أسرار بتستخبى جوه البيوت القديمة، وفي مفاتيح مش بس بتفتح أبواب، دي بتفتح حكايات. حكايتنا النهاردة عن آدم. آدم كان دايما بيفضل الحاجات القديمة، الكتب، الصور، وحتى الأغاني اللي محدش بيسمعها دلوقتي. آدم شاب في الثلاثينات، ساكن لوحده وشغله روتيني جدا، بس جواه فراغ اسمه اللي راحه. في يوم دخل محل أنتيكات في شارع جانبي، ماشي فيه كأنه بيقلب صفحات الزمن. لفت نظره جوه المحل ده ساعة قديمة كانت معلقة في ركن لونها ذهبي باهت، لكن لمعتها كأنها لسه طالعة من الماضي. آدم قال لنفسه الساعة دي شبه ساعة بابا زمان بالظبط. فتحها، والمفاجأة لقي جواها مفتاح صغير، مفتاح معدن نحاسي شكله قديم بس بيلمع بشكل غريب. وفجأة الدنيا حوالين آدم سكتت، المروحة وقفت، عقارب الساعة ثابت مكانها، حتى النفس اتأخر في الخروج. صحي آدم فجأة، لقي نفسه في بيته، في نفس أوضته، بس مش هي الأساس القديم. التلفزيون كبير خالص، التلفزيون بتاع زمان. بص لقي كاسيت محطوط على الكومودينو وشغال أغاني قديمة. خرج من الأوضة بسرعة، لقي بيته بتاع زمان اللي كان مع باباه ومامته. فتح الباب، طلع لقي الجيران اللي كانوا زمان في عمارتهم لسه عايشين. والأغرب لقي نفسه واقف قصاد والده زي ما كان سنة 1993. نزل الشارع، لقي الشارع اللي اتغير رجع تاني، الناس اللي ماتت رجعت تتنفس، واللي ودعهم رجع يشوفهم تاني. لكن الزمن مش لعبة، كل كلمة قالها، كل تصرف عمله كان بيغير حاجة صغيرة في مستقبله. شاف أمه وهي لسه بخير، شاف صاحب عمره اللي مات في حادثة وهو لسه موجود وبيضحك، وعاش لحظات افتكرها انتهت من سنين. بس الغريب كل ما يقرب من المفتاح اللي كان في جيبه كان بيحس برعشة غريبة في جسمه، كأن الزمن بيقوله اختار يا آدم، هتفضل هنا ولا هترجع. في يوم وهو قاعد مع باباه قال له لو كان في طريقة أعيش بيها اللحظة دي تاني كنت هفضل فيها للأبد. باباه ضحك وقال له اللحظة الحلوة مش بترجع، بس بتسيب علامة جوانا. في اللحظة دي المفتاح وقع من جيبه، وبدأ كل شيء حوالين آدم يتغير. الناس تختفي، الصور بتتلاشى، الشارع بيرجع يسكت. وفاق لقي نفسه في أوضته في الزمن بتاعه، لكن كان في صورة جديدة محطوطة على الكومودينو، صورة بينه وبين باباه سنة 1993، وصوت أبوه بيتردد في ودانه اللحظة الحلوة بتسيب علامة جوانا. اللحظة الحلوة بتسيب علامة جوانا. آدم رجع، بس عمره ما نسي اللي شافه. المفتاح احتفظ بيه وحطه في صندوق خشب، وسابه شاهد على اللحظة اللي الزمن وقف فيها. وكل ما يحس بالوحدة يبص للمفتاح ويفتكر ان حتى اللحظات اللي راحت لسه جواها أمل اننا نعيش بيها من تاني. افتكر دايما مش لازم نرجع بالزمن علشان نغير حياتنا، أوقات مجرد إننا نفتكر ده كفاية يخلينا نقدر نكمل. آدم رجع لحياته، بس عمره ما بقى نفس الشخص. اللي شافه واللي حسه ساب فيه حاجة، مش بس صورة ولا ذكرى، دي كانت لحظة الزمن وقف فيها علشان يقوله اللي راح ما بيرجعش، بس ممكن نعيش بيه من تاني لو عرفنا نحافظ عليه جوه قلوبنا. وفي كل مرة يحس بالوحدة
كان يبص للمفتاح اللي في الصندوق ويبتسم، لأن الزمن اللي عدى ساب له هدية صغيرة علمته إن الحياة مش بالسنين، الحياة باللحظات اللي بتفضل جوانا. افتكر دايما مش لازم نرجع بالزمن علشان نغير حياتنا، أوقات مجرد إننا نفتكر ده كفاية يخلينا نكمل. ولو عجبتك الرحلة دي ما تنساش تسيب لنا لايك وتشترك في القناة علشان توصلك كل الحكايات اللي جاية هنا في الراو المتوج. كل قصة بنحكيها بنحاول نلمس بيها قلبك قبل ودنك. استناني في قصة جديدة من زمن تاني. سلام.